انا صدام حسين اخو هتلر اخو الشعب. قومي خلي يدك على القرآن الكريم معايا. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ان اشهد بالصدق كله ان اشهد بالصدق كله ولا اقول الا الحق. ولا اقول الا الحق. انت لا شك تعرفين موضوع الشهادة اللي جاية من اجلها، يعني انت شاهد الدفاع للمتهم. شنو يعني موضوع شهادتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والف الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم. اسمح لي سيادة القاضي قد اقول السلام عليكم سيد الرئيس. السلام عليكم للكل. اي قلت ورفاقه. يا واريد اقول صبر صبر يا ديرة الطيبين، عوجم والصبر مجبور شرابه. اسمع صبر يا اسمع انت ما جايه صبر يا عبا كهنا وكل مصيبتهم والوقت الثلاثة بقوة الله رجعت بابك. انت ما جايه قاعة للقاعة. ما فيها شيء يعني. شلون ما فيها شيء؟ هاي محكمة بابا. ما فيها شيء. هو رئيس. انت حلفتي بالقرآن. وانا حلفت ما اكذب. احترمي القرآن. وانا محترمة القرآن. هي لا ابدي بالشهادة ان شاء الله. وعندي بالنسبة للسيد رئيس القائد، أنا تعرضت المشكلة كانت مع سكرتير يعمل مع ابن الرئيس الله يرحمه. المشكلة كانت مالية واجتماعية. يعني هذه تخص عملية إنه الرئيس كان يسمح للناس تشتكي عنده. يعني ذهبت طبعا بتوجيه من الأستاذ نور الويس، قال لي اخذي اولادك وروحي للديوان. فانا ذهبت للديوان وقدمت شكوى، وقدمت على انه انا اريد اقابل السيد الرئيس القائد حفظه الله، وسمح لي بمقابلته، وكذلك انه هو رفع عني الجور اللي كان واسترجع لي حقي من الشخص المعني وانزل بي العقاب، وهو معروف للكل انه يقيم الحد حتى على اولاده. ممكن اقول شيء للرئيس؟ شو تقولين؟ لا كلام بدلته بعد. ما ممكن يعني؟ ما قول. ابو عداي ما يحكم علينا الجاي من ايران ولا اللي رضع من صدر عدنيه. هذا ابن العراق الشيخ، هذا قدام اكتفيت. احنا انطيناك فرصه ما كنا نكسر. يلا اكتفيت. السلامة.